بالله عليكم، هذه ركلة جزاء تحسب على نادي تضامن حضرموت في الأمس أمام نادي النهضة العماني في بطولة أبطال الخليج للأندية. بصراحة لما أتكلم في هذا الموضوع أنا في الأمس بسبب خسارة نادي تضامن حضرموت كنت زعلان جدا جدا، وكان كل تركيزي لماذا لم نسجل هدف أو هدفين على نادي النهضة العماني رغم أننا هزمنا الشباب السعودي وتعادلنا مع النهضة في مباراة الذهاب. ولكن بصراحة عندما عدت ركلة الجزاء مرارا وتكرارا 20 مرة، وأنا رياضي 20 سنة لم أشاهد ركلة جزاء مثل هذه، لا تدخل ولا تدخل عنيف ولا اشتباك ولا لمسة يد ولا شد بالقميص ولا أي حالة تستوجب ركلة الجزاء. قرار غريب جدا، واللي يزعل أكثر واللي يقهر أكثر أن الحكم لم يعود إلى تقنية الفار. ليش عاد الناس اخترعوا تقنية الفار؟ علشان الحكم يرجع للفيديو ويشاهد هل هي ركلة جزاء صحيحة أو لا، وكأنهم مستنقصين نادي تضامن حضرموت، وكأنهم مستصعبين أن نادي تضامن حضرموت هزم الشباب السعودي وتعادل مع النهضة وبيجي يفوز عليه في الإياب. بصراحة كان قرار قاسي 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 على نادي تضامن حضرموت، ولكن إن شاء الله بإذن الله القادم أجمل، وإن شاء الله بإذن الله القادم أجمل للكرة اليمنية بشكل عام وليس لنادي تضامن حضرموت. بالتوفيق للإمبراطور اليمني الأزرق إن شاء الله بإذن الله في باقي المباريات أمام الشباب السعودي وأمام نادي الريان القطري. وشاهدوا المقطع وقولوا لي آراءكم في التعليقات، هل تستحق ركلة جزاء أو لا؟ وتابعوا معلقكم اليمني هيمن عبد الله، وتحياتي للجميع.